عايزك تسأل نفسك وتجاوب ليه بتعمل في نفسك كده. الخلاصة عشان تبني ثقتك من الأول لو حاسس إن هي مش موجودة، أو تبنيها من جديد لو اتكسرت. إنك تفهم إنك مش محتاج معجزة، أنت محتاج تطبق 3 حاجات سهلة وبسيطة. أول حاجة، بطل مقارنة، ركز في تطورك وتقدمك وتحسنك عن امبارح، مش في سباقك مع غيرك وإن في حد أحسن منك. رقم 2، اقبل غلطاتك وأخطائك وتعلم منها عادي. انزل الملعب واغلط يا عم، مش هتفضل الحكم طول عمرك. الثقة بتتبني من الإصابات اللي جات لك وانت بتجرب. خلي المحامي اللي جوه دماغك معاك مش ضدك، وزي ما بيشوف عيوبك يشوف نجاحاتك الصغيرة كل يوم، وعقلك مع الوقت هيصدق انك تقدر. وفي الاخر الثقة نتيجة لأفعالك مش لصفاتك الوراثية، ولا هي في الدي ان ايه بتاع حضرتك. دلوقتي ممكن تقولي في التعليقات ايه اكتر موقف حسيت فيه ان ثقتك اتهزت واتخطيته ازاي؟ ومستني فضفضتكم واسئلتكم، وشكرا لمشاهدتكم.